11 راجل في الملعب بنكاوي، 90 دقيقة على المكسب بنكاوي. بنكاوي أنا والفخر ليا، أنا نادي القرن في القارة البنك نادية، وهعيش واموت دايما عشانه، وفلوسي انا في البنك مكانه. وهزيمته للاسيوطي دي كانت احلى ميزه، وادانا الدوري ومعاها الفيزا. البنك الاهلي النهارده يا جدعان بيرد لنا الجميل. قبل ما نتكلم في تفاصيل معاكم النهارده ديشا المجال، وحلقه قويه جدا كلها سرعات، كلها تنافسيه، كلها حلويات، كلها قطايف ولطايف. الدنيا حلوه يا جدعان، الدنيا حلوه مع الاهلي يا جدعان، الدنيا حلوه قوي والحمد لله ماشيه سالكه. بص عشان تعرف ان احنا في الاخر الخير وهم الشر يعني. والله العظيم هو تعبير لفظي كده طلع مني، ولكن عايز اقول لك ان الحمد لله ربنا مسهلها. النهارده يا جدعان البنك الاهلي بيرد لنا الجميل. احنا امبارح كسبنا له المصري وعطلناه له، النهارده هو بيكسب بيراميدز بيعطله لينا، وفي نفس الوقت هو بينافس على صعوده ان هو يشارك في الكونفدراليه. تعالوا يا جدعان بس نتكلم كده الاول على ماتش الزمالك وبعد كده ماتش بيراميدز، لان ده كان الاول. ماتش الزمالك النهارده يا جدعان انا قلت المشكله، قلت ان مشكله الزمالك عمرها ما هتتحل بان هم يجيبوا مدرب. لو جابوا بيب جوارديولا نفسه برضو الزمالك مش هيعرف ينافس. مشكله الزمالك يا جدعان في السكواد، في الكواليتي، في اللعيبه، في الخبره، في الخامه، في الناس اللي تقدر تشيل فرقه. مفيش ده في الزمالك. يعني انت لو اتكلمت في نص الملعب ما عندكش في نص الملعب غير واحد عنده جرينتا اسمه محمد شحاته. عبد الله السعيد مستواه متراجع في الماتشات الاخيره، ناصر ماهر كل شويه يتصاب، عندك كمان دونجا مفيش مستوى خالص. فانت لما تيجي تتكلم على يعني نص ملعب جامد يشيل نادي الزمالك مفيش. ونص الملعب انت عارف ان هو عصب الفرقه، وده مش موجود اصلا في نادي الزمالك. ده غير اللي على المستوى الهجومي مفيش غير ناصر منسي. بصراحه ناصر منسي لازم نشيد بيه الفتره الاخيره، هو الوحيد اللي بيقاتل في المستوى على المستوى الهجومي، بس مفيش حد غيره. تعال بقى لما نتكلم كمان على خط الظهر، صلاح مصدق مستواه متراجع لان الفرقه طبعا السكواد مش جامد، فما فيش حد يشده ويعلي من مستواه. ما فيش بس في خط الظهر غير حسام عبد المجيد ومش عارف يشيل الحته ديت لوحده. عمر جابر السن طبعا بيكبر والمجهود ما بقاش زي الاول. فانا بالنسبه لي يا جدعان مشكله نادي الزمالك في السكواد. نادي الزمالك لو كمل على كده هيعمل نتائج كارثيه. المشكله كمان في الموسم اللي جاي، انت عندك الموسم اللي جاي الزمالك تقريبا بيخرج بره المنافسه تدريجيا. ليه؟ لان دلوقتي بيراميدز يا جدعان هنعتبر ان هو طلع بموسم صفري، خسر الدوري والاهلي خده، خسر دوري الابطال قدام سان داونز، خسر كام مصر قدام الزمالك، ولكن اوريدي هو بقى مشروع ناجح. سواء خسر او كسب لما يوصل للنهائيات ديت في موسم واحد يبقى هو كده مشروع ناجح. اذا هيبتدي يتطور وهيبتدي يجيب لعيبه على اللعيبه اللي معاه، لان كمان ابتدى يبقى عنده جمهور. تعال بقى نروح للاهلي. الاهلي انت عارف ان الاهلي بيعمل خامات كويسه جدا، بيجيب صفقات على اعلى مستوى. فالمنافسه بعد كده هتبقى من بيراميدز والزمالك. بين بيراميدز والاهلي الزمالك مش هيعرف ينافسهم. ده غير كمان يا جدعان في حاجه ما حدش واخد باله منها، الفرق بتاعت الشركات انت عارف ان الممولين بتوعها تقال. فانا بالنسبه لي لما اشوف مشروع بيراميدز ناجح، فريق زي البنك ده بنك هيمول وبيعمل نتائج حلوه الموسم ده. زد نجيب سويرس هيمول. ناس كتير يا جدعان، يعني ناس كتير. انا بتكلم في المجمل. ففرق الشركات هي اللي جايه بعد كده من اللي احنا شايفينه بصراحه. ولما يشوفوا مشروع بيراميدز نجح كله هيبتدي يصرف علشان يبتدي ينافس. الزمالك مش هيعرف يجاريهم ماديا. انا شايف ان لازم مشكله الزمالك دي تتحل باسرع وقت. كابتن ميدو طلع شيكاتك المفتوحه، انت مداريها ليه لحد دلوقتي مش شايفينها؟ فمشكله الزمالك شئت ام ابيت مش مشكله مدرب ومالهاش علاقه بالتدريب خالص او المدير الفني. لازم اسكواد تبني عليه، لازم لعيبه تعرف تشيل الفرقه. تعالى بقى يا جدعان نروح لبيراميدز. بيراميدز يا جدعان من الماتش اللي فات واللي قبله قلت مشكله بيراميدز اللي جايه في الفتره اللي جايه دفاعه. دفاع بيراميدز يا جدعان لا مركز، لا بيقف صح، لا بيتمركز صح، بينضرب باي هجمه مرتده. وده اللي حصل في الماتش اللي فات مع البنك الاهلي، واللي بيحصل النهارده. الماتش اللي فات مع سيراميكا، او اي فريق كان بيلعبه تقريبا، مش فاكر كان بيلعب مين اخر، تقريبا سيراميكا. الماتش النهارده البنك الاهلي. فانا شايف ان مشكله بيراميدز الفتره اللي جايه الدفاع. بيراميدز لو لعب صن داونز بالطريقه دي وبالاسلوب ده وبالدفاع ده هيخسر بره وهيخسر جوه، ومش هيقدر يكسب الثلاث ماتشات اللي باقيين له في الدوري. وانا قلت وعايزين تصدقوني تصدقوني. فانا شايف ان مشكله بيراميدز الفتره الاخيره ديت في الدفاع. انا دلوقتي يا جدعان يعني تعالى بقى النادي الاهلي كده خلاص يعني ما عندوش حجه. يعني انا دلوقتي النتائج
اللي انا كنت مستنيها عشان اخد بيها الدوري كنت معتمد على الاخرين، زي البنك الاهلي يكسب لي بيراميدز، سيراميكا يعطل لي بيراميدز، مش عارف سيراميكا يعطل لي الزمالك عشان ما يجيش ورايا، وانا مثلا اقع ماتش وهو يخش مكاني يخش دوري ابطال افريقيا وانا العب كونفدراليه. فخلاص كل المشاكل دي هتتحل بوجود ان ناس كتير. خلاص انت كنت معتمد على الاخرين، دلوقتي الاعتماد الكلي على نفسك يا تكون او لا تكون. الدوري دلوقتي في ايد اللعيبه والجهاز الفني والاداره، الدوري دلوقتي في ايدكم انتوا. فانا بالنسبه لي واثق كل الثقه في النادي الاهلي ان هو ان شاء الله مش هيضيع ماتش من الماتشات اللي جايه. ولكن اوعى تصدر للعيبه الاهلي ان هم خلاص بقوا ابطال الدوري او خدوا الدوري. لازم تحسسهم ان لسه المشوار صعب، 3 ماتشات اصعب من بعض. لازم تحسسهم ان كل ماتش بكاس، وانا واثق في لعيبه الاهلي، واثق في الجهاز الفني، وان شاء الله هناخد الدوري وهنحسمه. وان شاء الله باذن الله هيبقى موسم صعب. الدوري ده هنفرح بيه جدا زي الدوري اللي فات بصراحه. ولكن تعالى بقى نتكلم على التنافسيه بقى لها 3 سنين بين الاهلي وبيراميدز. بقى لنا 3 سنين بننافس مع بيراميدز، احنا خدنا منهم الدوري السنه اللي فاتت واللي قبلها. السنه دي انا وهو برضو اللي بننافس على الدوري. الزمالك خارج المنافسه، الزمالك كونفدراليه. انا عايز اقول لك انا من اهلاويه اللي ما بحبش يعني يعني بحب الزمالك انا اكسبه على طول، ولما يلاقي يلعب ماتشات يخسر ومش عارف ايه وكده. ولكن انا مش بحس بطعم المنافسه غير قدام فريق جماهيري زي الزمالك. بيراميدز هيبقى له جماهير قدام، ولكن بصراحه طعم المنافسه مع نادي الزمالك بيبقى حلو جدا. انا اتمنى ان الزمالك يبقى قوي علشان التنافسيه. لما يبقى الزمالك قوي والاهلي قوي وبيراميدز قوي هتبقى التنافسيه مرعبه. النهارده يا جدعان شفنا يعني ماتش كان مستواه حلو قوي في الدوري، ماتش الزمالك وسيراميكا. الماتش الثاني بتاع بيراميدز والبنك الاهلي، عايز اقول لك ان ده ماتش كان هربان من الدوري الانجليزي بصراحه يعني. فانا اتمنى ان كل الفرق تبقى جامده عشان نتفرج على المتعه دي، نتفرج على الدوري ده، والجمهور ان شاء الله يرجع وكل فريق يبقى له جمهور، ونتفرج على مستوى التنافسيه اللي هي كانت عظمه النهارده بصراحه. الاهلي بقى له كام ماتش بيعمل مستويات جامده جدا. عماد النحاس في 3 ماتشات جايب 12 جون، حاجه تحسب لعماد النحاس. ولكن عندنا نفس المشكله بتاعت بيراميدز، الخط الدفاعي برضو لازم يتطور. بالنسبه للمدرب بتاع الاهلي ابراهيم فايق لسه قايل حط جوزيه جوميز على الشاحن بنسبه 90%. بصوا يا جدعان انا معاكم، انا مش متفق ان جوزيه جوميز هو اللي يمسكنا المرحله دي، ولكن لان انا شايف طبعا نتائجه في الدوري السعودي مش حلوه خالص. ولكن لما قريت عن النادي اللي هو كان بيشجعه ده، هو اصلا برضو نفس قصه الزمالك، ما عندوش كواليتي او ما عندوش اللعيبه اللي تقدر تنافس وتقدر تشيل الفرقه، فكانت نتائجه بتبقى وحشه. مع الزمالك كان بيلعب على قد مستواهم. بص هقول لك على حاجه، في فرق كده بسيط هقوله لك ونرجع لموضوعنا تاني. يعني انت لو بصيت على بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو، انا من عشاق المدرستين. بيب جوارديولا ده اعظم مدرب حاليا في العالم، يعني انا بحبه ليه؟ فكره عالي جدا، هو مدرب ستايله كده، فكره عالي قوي. فلازم لعيبه معينه تنفذ له الفكر بتاعه وتطبقه له على ارض الملعب. عشان كده ما بينجحش مع السيتي الا اما جاب اللعيبه وخد معاهم دوري الابطال. لما جاب اللعيبه اللي هو عايزها، ممكن يكون كان بينافس في الدوري لان اللعيبه اللي معاه كانت تقدر تنافس في الدوري، ما تقدرش تنافس على المستوى الاوروبي. ولكن لما جاب كل اللعيبه اللي هو عايزها في موسم، خد دوري ابطال اوروبا. جوزيه مورينيو حلاوته ان هو بيلعب على قد امكانيات الفرقه اللي معاه. ده واخد يا جدعان دوري الابطال مع بورتو، واخد دوري الابطال مع انتر ميلان. انتر ميلان في الوقت ده كان فيها كام لاعب مميز؟ على ما اتذكر كان في الوقت ده كان في لاعب لا ما كانش مراد. ماشي نرجع لموضوعنا. فانا بالنسبه لي يا جدعان جوزيه مورينيو بيلعب في حدود امكانياته. تعالى بقى نرجع لجوزيه جوميز. جوزيه جوميز برده مع الزمالك كان بيلعب في حدود امكانياته وكان بيطلع احسن ما في اللعيبه، فهو ده اللي كان بيديله النتائج الكويسه. خسر مثلا كام بطوله ولكن خد سوبر افريقي، كسب ماتش كام ماتش في الدوري، كان مخلي الزمالك شكله احلى من كده بصراحه. وبرده في نفس الوقت زيزو حاليا مؤثر جامد جدا على مستوى نادي الزمالك، خلينا واقعيين. انا بالنسبه لي بقى جوزيه جوميز عايز جماهير الاهلي تتقل شويه، يعني مش مجرد ان جوزيه جوميز جاي فانت خلاص اوريدي جوزيه جوميز مش حابه فهطلع انتقده قبل ما يجي. لا، سيب المدرب. لو الاهلي خلاص اتعاقد معاه نديله الثقه، ندعمه ماتش 2 3 لان نتائجه كويسه وبيعمل اداء اللي احنا عايزينه. خلاص انا بالنسبه لي مش فارق معايا اسم المدرب قد النتيجه. يعني انت ممكن تجيب مدرب مغمور او مش معروف يعمل معاك نتائج كويسه، ممكن تجيب مدرب عالمي. انت جبت مارتن يول، جبت ما عملوش نتائج حلوه مع الاهلي، انت فاهمني؟ فانا بالنسبه لي لما تجيب لاعب او مدرب، اوعى تحكم عليه لحد ما تشوفه في الملعب. فانا بالنسبه لي جوزيه جوميز ما عنديش مشكله ان هو يجي، ولكن يديني نفس المردود اللي انا بشوفه دلوقتي مع عماد النحاس مع قوه الخط الدفاعي. والاهلي لازم يعمل قوه في الخط الدفاعي
علشان كاس العالم للانديه. في لاعب بقى يا جدعان، لو انت ما عندك مشكله ان انت ما تلاعبش علي معلول في كاس العالم للانديه، الكلام رايح للاداره طبعا، او اي مدير فني هيجي يمسك الاهلي لو هو شايف ان علي معلول مش هينفع في كاس العالم للانديه. في لاعب في الدوري المصري ما فيش غيره، محمد شكري بتاعنا ابننا. محمد شكري على ما اعتقد كان مكتوب في بند في العقد بتاعه ان هو لما يجي يتباع ما يتباعش غير للاهلي وب 7 مليون جنيه، يعني ببلاش تقريبا. يعني بالنسبه للعيبه او اسعار اللعيبه اللي انت بتجيبها في الوقت الحالي يعتبر 7 مليون جنيه ببلاش. وانا شايف ان شكري مع كريم الدبيس لما مدرب يجي ويلعب ويتطوروا، انا شايف ان كده الباك الشمال هيبقى عندنا في امان. حته بقى الباك اليمين، هو احنا معانا هاني المونديالي واتمنى ان عمر كمال يرجع، ولكن خط الدفاع السرد باكين نفسهم اللي فيهم مشكله. مصطفى العش في الوقت الحالي ما ينفعش يقعد لحد دكه، حتى لو ما فيش لاعب مصاب ما ينفعش يقعد له دكه. يعني الماتش اللي فات نزل بعد ما ربيعه اتصاب، انا بالنسبه لي لا، مصطفى العش هو اللي يبدا وجنبه اي واحد اي واحد تاني. عماد النحاس مدرب حلو جدا، رجع الشغف للعيبه، رجع لهم الطموح تاني، اداهم الثقه بالنفس، ده اللي عمله. بينزل بتشكيل منطقي، ولكن برضو عندي بعض التعقيبات عليه، ان هو اتمنى ان يلعب بامام عاشور 8، ينزل قفشه من بدايه الماتش، السوليه ينزل الشوط الثاني لان السوليه كبر ما بيدكش نفس المجهود اللي كان بيدولك قبل كده. عندك كمان كوكا. ليه كوكا بتبدا بيه وانت عندك علي معلول نزل تلت ساعه، عمل اللي ما عرفش يعمله واحد اصلا باك شمال جه في الحته دي من ساعه ما علي معلول اتصاب، انت فاهمني؟ لعب في الحته ديت كريم فؤاد، بعد كده اتصاب، لعب يحيى عطيه الله، لعب علي معلول نزل تلت ساعه عمل لك حلويات. ليه الماتش اللي بعده ما تديلوش الثقه وتخليه يبدا بيه؟ يعني انا شايف ان هو يبدا مصطفى العش مصطفى العش يبدا. بس ديت التعقيبات اللي على عماد النحاس، ولكن في الاول وفي الاخر طالما بيكسب وبيجيب لي اللي انا عايزه، مش فارق معايا مين يقعد مين يلعب بصراحه. ولكن انا بالنسبه لي الفتره اللي جايه صعبه جدا على النادي الاهلي، الفتره اللي جايه صعبه جدا على بيراميدز، الفتره اللي جايه صعبه جدا على الزمالك، علشان الزمالك ممكن لو خسر الثلاث ماتشات اللي جايين ما يبقاش موجود برده في الكونفدراليه. فانا اتمنى كل فريق يرجع لمكانته الطبيعيه. انا النهارده بطل الدوري فدي مكانتي الطبيعيه، بيراميدز تاني الدوري مكانته الطبيعيه تاني او تالت، هو في المرحله الاخيره على طول تاني، وقبل كده كان تالت. ولكن انا بالنسبه لي نفسي الفرق تبقى جامده عشان قوه المنافسه، نشوف ماتشات زي اللي شفناها النهارده. في الاخر يا جدعان عايز اقول لكم ما تنساش اللايك، ما تنساش الشير. النهارده كانت حلقه خفيفه كده، ان شاء الله معاكم في حلقه بكره جديده ناريه، استنوني بكره يا جدعان.